شاركنا في هذه الطبعة بمشروع للمحافظة على الثقافة والتراث الجزائري. شاركنا بالزليج الجزائري واخترنا كان نموذج محطة قطار وهران، وخدمنا غوبرودكسيون على الزليج اللي كاين تما، وثاني انسبيرينا منه وخدمنا دي موديل واحد اخرين. والهدف من هذا نقدروا نديروا لا ريستوراسيون للبلايص الاثريه كيما هادو، لو كان تنقص حاجه ولا تكسر ولا نقدروا نديروا لهم لا غوبرودكسيون، وما نقدروا نديروا لا كرياسيون ونخدموا لهم دي موتيف واحد اخرين. المشروع تاعي كان عن خيط الروح وفك النسيج. هو يعني مشروع تاع تقدر تقول لي ريسيكلاج، باسكو شغل برابح لنا معروف عندنا من التراث من بكري. هو شغل في هذا الوقت كون نجيو نشوفوا راهي شغل يمشي، شغل ماهمش يحافظوا عليه. الوغ باش نعاودوا نحيوا هذاك التراث نرفدوا مورسو من هذوك اللي يبغيو زعما يقيسوه ولا، وشغل نعملوا به ديكوراسيون ولا نعملوا به ان طابلو غير بيه هو ولا. وجاسبر كون نحل بروجي صغير يعني باش نعاود نحيوا هذا التراث تاعنا ونحافظوا عليه. المشروع تاعي كان عبارة عن بون بوبليك، كرسي عمومي. اسيت نخرج الفن نخرجه للمهنة. باريزون دروك انا نخدم لي سكولتور لي غرض فني بور لي اكسبوزيسيون اي تو. حبيت شغل نبروبوزي هاد لاشاس كمشروع شركة مصغرة اللي هو راح يكون سكولتور مي عندها نفع، ما تكون بور ليستيتيك برك. هذا الكرسي كان على شكل حرف ميم، باسكو دروك راهي الكاليغرافي هي اللي راهي طوندونس، راهي كشغل بارتو يخدموا الكاليغرافي ايتو. حبيت كشغل نولي للخط العربي، سي بور سا جاتني ليدي تاع ندير حرف اون ميم طون هو سكولتور اون ميم طون ان بون بوبليك يكون. اولا نسمي هذه المبادره اللي جات بها السلطات اللي مهتمه بالثقافه. نتمنوا يعني هذه المبادرة ما تكونش لأول مرة، يعني تروح في الطبعة الثانية نتاعها. نتمنوا تكون باش تكون هناك يعني ملاقاة ما بين الفنانين والطلبة وما إلى غير ذلك. مساهمة الذكاء الاصطناعي في تنمية الإبداع، وجي بروبوزي هذه الفكرة. كاين اللي ما تقبلوش الفكرة أولا، ولكن ما نحاول كيفاش نوصل الفكرة باش يكون عندها يعني صيت. يعني كما احنا نقول الذكاء الاصطناعي ماشي معناه عمل يعتمد ولا يتكل على الذكاء الاصطناعي، ولكن ما يكون تكامل، أي بمساهمة. يعني الفن يحتاج كذلك إلى إبداع ويحتاج كذلك إلى بحث. يعني الذكاء الاصطناعي ليس وسيلة للسرقة الفنية، ولكن ما هو مساعد في حياتنا اليومية مثل كل الميادين الأخرى.